السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. اليوم إن شاء الله رح ناخذ موضوع جديد وهو أسلوب النفي. تطرقنا بالمحاضرات اللي فاتت على أسلوب الاستفهام وشرحنا ووضحنا بالتفصيل. اليوم إن شاء الله رح ناخذ أول محاضرة في أسلوب النفي. أسلوب النفي، بداية لازم أعرف معنى النفي، شنو أقصد بالنفي؟ النفي باللغة العربية معناه هو أسلوب يؤتى به لنفي فكرة ما أو إنكارها أو نقضها وهو ضد الإثبات. إذن القصد بأنه نفي فكرة أو أنكرها أو أنقضها، يعني أجيب عكسها وهو ضد الإثبات. عندنا أنواع النفي اثنين: النفي الصريح والنفي الضمني. النفي الصريح هو درسنا لهذا اليوم، بس خلينا نعرف في البداية شنو أقصد بالنفي الصريح، شنو أقصد بالنفي الضمني. النفي الصريح هو النفي الذي يتم بوجود أداة من أدوات النفي، يعني بالجملة بالسؤال موجود عندي أداة من أدوات النفي، إذا شفتها فأعرف نوع النفي هو النفي الصريح. النوع الثاني هو النفي الضمني، وأقصد به النفي الذي يفهم من سياق الكلام وليس بوجود أدوات النفي. إذن النفي الضمني ما عندي أي أداة من أدوات النفي، لكن من خلال المعنى وسياق الكلام أفهم بأنه عندي نفي، وهذا النفي أسميه النفي الضمني. أدوات النفي، شنو هي أدوات النفي؟ أدوات النفي هي أولا اسم، وعندي الاسم هو أداة وحدة اللي هو غير. الاسم غير أداة نفي وهي اسم. اثنين، أداة من أدوات النفي تكون فعل وهي ليس. إذن ليس أداة نفي وهي فعل. وعندي حرف. أدوات نفي عبارة عن حروف، يعني لا اسم ولا فعل إنما حروف، هي ما، لا، لم، لات، لن، لما، وإن. إذن هاي الحروف. إذن أدوات النفي عندي اسم وعندي فعل وعندي حرف. الاسم مثل غيره، الفعل مثل ليس، والحرف مثل ما، لا، لم، لات، لن، لما، وأن. هسه ناخذ أدوات النفي ونشرحها بالتفصيل أداة أداة. أول أداة اللي أخذناها قلنا هي اسم، فنشرحها. الاسم عندي أداة النفي اللي تكون اسم هي غيره. غير هو اسم، وهذا الاسم يدل على النفي، إذن لا هو فعل ولا حرف وإنما اسم. ودائما بعد غيره يجيني اسم مجرور، لكن هذا الاسم المجرور مو مجرور بحرف جر وإنما مضاف إليه. يعني غيره دائما بعدها يجيني مضاف إليه، يعني تكون هي المضاف وبعدها مضاف إليه. تعرب غير حسب موقعها من الجملة، كانت بما أنه اسم يعني أما فاعل مفعول به مبتدأ خبر حسب موقعها من الجملة. ناخذ مثال: الامتحان غير صعب. الامتحان مع أنه اسم وبداية الكلام، فإذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. غيره بما أنه عندي مبتدأ، فغير هي خبر، فأعرفه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف. دائما غير أعرفها حسب موقعها من الجملة، لكن هي دائما تكون مضافة، يجيني بعدها مضاف إليه. صعب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. مثال آخر: قال تعالى: إن عذاب الله غير مأمون. إذن يقول استخرج أداة النفي. إذن عندي إن حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. عندي هنا عذاب اسم إن منصوب ولفظ الجلالة مضاف إليه، وغيره هو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف. مأمون مضاف إليه وعلامة مجرور وعلامة جره الكسرة. ناخذ أسئلة وزارية حول اسم النفي اللي هو غيره. سؤال وزاري: قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يقول استخرج أداة النفي ذاكرا إعرابها. أداة النفي عندي بالسؤال هي غير. شنو أعرفها؟
غير إذا لاحظ احنا نقول فبدل الذين ظلموا قولا، شنو صفة هذا القول؟ صفته غير الذي قيل لهم، فإذا غير هنا صفة أو نعت. نعت منصوب. ليش نعت منصوب؟ لأن النعت يتبع الصفة تتبع الموصوف، عندنا الموصوف هو قولا وهو منصوب، فإذا غير تكون نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سؤال آخر: لا تنكروا من فضل دمعي عبرة، فالدمع غير مساعد ومواسي. يقول استخرج أداة النفي ذاكرا المعنى الذي أفادته. إذا عندي أداة النفي بالسؤال هي غير، المعنى الذي أفادته هو النفي. ناخذ أداة ثانية من أدوات النفي وهو الفعل ليس. إذا قلنا الاسم هو غيره، الأداة الأولى هو غيره، الأداة الثانية هو فعل وهو ليس. شنو هو ليس؟ ليس هو فعل ماض ناقص جامد يفيد النفي. هو فعل ماض يعني الحدث اللي صار في الزمن الماضي، في زمن مضى قبل التكلم، قبل زمن التكلم. الناقص يعني من أخوات كان، يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر. جامد يعني غير متصرف، ما أقدر أصرفه، جامد. ويفيد النفي. ليس له تأثيران، الفعل ليس له تأثيران. أول تأثير إعرابي، الأول إعرابي. يعني شنو أقصد بالتأثير الإعرابي؟ إعرابي يعني هو فعل ناقص، يعني إله فالتدخل بالإعراب، فالموقع إعرابي يأثر على الجملة إعرابيا. شنو هو تأثيره الإعرابي على الجملة؟ هو يدخل على الجملة الاسمية، يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. هو هذا التأثير الإعرابي إذا دخل على الجملة، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. يعني تجيني ليس بهاي الحالة، ليس بعدها مبتدأ مرفوع ويكون اسمها، وبعدها خبر منصوب. إذا ليس ومبتدأ مرفوع وخبر منصوب. هذا التأثير الأول تأثير إعرابي. التأثير الثاني تأثير معنوي. شنو يعني تأثير معنوي؟ تأثير معنوي يعني تنفي اتصاف الخبر بالاسم. شلون يعني؟ ناخذ مثال: ليس العمل متعبا. إذا عندي أنا الخبر هو متعبا، يقول تنفي اتصاف الخبر بالاسم اللي هو العمل. يعني شنو؟ يعني العمل والتعب ما متصلات، ما متصفات، يعني هاي واحد وهاي واحد، ماكو صلة بيناتهن. ليس العمل متعب، يعني إذا إجا العمل فما يجي التعب. فيعني شلون ما متصفات، غير متصلات كمعنى، معنوي كمعنى فقط. فإذا التأثير الأول هو إعرابي، والتأثير الثاني هو تأثير معنوي، يعني يأثر كمعنى. إذا بعد أن تعرفنا على ليس وعرفنا هو فعل وهو فعل نفي، ناخذ هسه أنواع اسم ليس. شلون أعرف بأنه اللي عندي بالجملة هو اسم ليس؟ كيف أستنتج اسم ليس؟ اسم ليس يأتي بأنواع. شنو هي هاي أنواع اسم ليس؟ أول نوع أن يكون اسم ليس ظاهر، اسم ظاهر. مثال ذلك: ليس أبوك مغادرا. إذا اسم ليس هو أبوك، من الأسماء الخمسة أبو. إذا أبو هو اسم ليس مرفوع، اسم ظاهر واضح عندي بالجملة، يعني لا هو ضمير يعني متصل ولا ضمير مستتر، وإنما اسم ظاهر. ليس الامتحان صعبا. إذا الامتحان هو اسم ليس وهو اسم ظاهر. النوع الثاني من أنواع اسم ليس أن يكون ضميرا متصلا أو مستترا. الضمائر المتصلة عندي واللي تكون مرفوعة، ليش مرفوعة؟ لأنه اسم ليس مرفوع، فلازم تتصل به الضمائر المرفوعة. شنو هي هاي الضمائر المتصلة المرفوعة؟ اللي هي التاء المتحركة. مثال: لست كاتبا. إذا التاء هنا عندي ضمير متصل مبني في محل رفع اسم ليس، هاي ضمير وهي اسم ليس، ضمير متصل. بعد شنو عندي الضمائر المتصلة؟ عندنا المتكلمين، ونون النسوة، ألف الاثنين، وواو الجماعة. يعني نا المتكلمين إذا اتصلت بليس تصير يعني لسنا، ونون النسوة لسن.
ألف الاثنين تصير ليسا، وواو الجماعة ليسوا. أما الضمائر المستترة ناخذها في قوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إذن عندي أنا هنا ليس، اسم ليس ما موجود عندي. من أهلك هنا هاي شبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر ليس. إذن اسم ليس وين؟ اسم ليس ضمير مستتر ما موجود عندي، لا هو ضمير متصل ولا هو اسم ظاهر، وإنما هو ضمير مستتر. شلون أعرف ضمير مستتر؟ أقدره تقديره هو. قال يا نوح أنه ليس هو من أهلك، هذا تقدير الضمير المستتر. النوع الثالث من أنواع اسم ليس أن يكون اسم مبني. إذا مبني ولكن في محل رفع، في محل رفع اسم ليس. الاسم المبني في محل رفع يا أما يكون عندي اسم موصول أو اسم إشارة. إذا الاسم الموصول مثل ليس بصادق من يكذب. إذا وين اسم ليس؟ أنا ما عندي هنا اسم موصول. الأسماء الموصولة هي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، هاي هي الأسماء الموصولة. هنا ما عندي الذي والتي، عندي من يكذب. إذا هنا من هي اسم موصول لكن بمعنى الذي. شلون أعرفه بمعنى الذي؟ بكل سهولة أشيل من وأخلي مكانها الذي. مثال يعني يصير عندي ليس بصادق الذي يكذب، فصار عندي الجملة تامة المعنى. فبهاي الحالة أعتبر من اسم موصول بمعنى الذي، وهي اسم مبني في محل رفع اسم ليس. أما اسم الإشارة ناخذ قوله تعالى: ليس ذلك بقريب. إذا أسماء الإشارة أنا عندي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، هاي كلها هي أسماء الإشارة. ذاك، ذلك. إذا أنا عندي هنا ذلك. ذلك هي اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ليس. بعد عندي أن يكون اسم ليس مصدر مؤول من أن والفعل. شلون يعني؟ ناخذ مثال الآية القرآنية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذا أنا عندي أن وعندي الفعل تولوا، فإذا من أن والفعل أن وتولوا أقدر يعني استخرج منها مصدر. فإذا أقول المصدر المؤول من أن والفعل، اثنين هن أن والفعل، هي في محل رفع اسم ليس، وهذا النوع الرابع من أنواع اسم ليس. إذا الاسم الأول يكون اسم ظاهر، النوع الثاني أن يكون ضمير يا إما متصل أو مستتر، النوع الثالث أن يكون اسم مبني في محل رفع، والنوع الرابع أن يكون مصدر مؤول من أن والفعل. بعد أن وضحنا أنواع اسم ليس، هسه نيجي ناخذ أنواع خبر ليس. كيف أستنتج خبر ليس في الجملة؟ شلون أعرف بأنه الاسم اللي عندي في الجملة هو خبر ليس؟ خبر ليس يأتي بأنواع. أول نوع أن يكون الخبر مفرد، اسم مفرد. مثال ذلك: ليس الامتحان صعبا، يعني اسم ظاهر مفرد. الصعبا هو خبر ليس وهو اسم مفرد ظاهر وواضح. النوع الثاني أن يكون جملة. يعني شنو أقصد بالجملة؟ جملة فعلية. أن يكون خبر ليس جملة فعلية. يعني شنو؟ يعني فعل وفاعل، سواء كان الفعل لازم فياخذ بس فعل وفاعل، أو متعدي يعني فعل وفاعل ومفعول به. يعني قد يجيني خبر ليس، احنا متعودين بأنه الخبر ليس هو اسم، لكن قد يجيني أيضا جملة فعلية من فعل وفاعل. مثال ذلك: ليس كريم النفس يبخل. إذا ليس نعرفها فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. كريم اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، النفس مضاف إليه مجرور. يبخل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لكن وين الفاعل؟ بما أنه أنا دائما إذا عندي فعل بالجملة فلازم الفاعل موجود.
إذا ما شفته فإذا هو ضمير مستتر، وأقدرها حسب معنى الجملة. إذا يبخل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بعد والجملة الفعلية من الفعل والفاعل أخلي بين قوسين يبخل في محل نصب خبر ليس. النوع الثالث من أنواع خبر ليس أن يكون شبه جملة. يعني شنو أقصد بشبه جملة؟ يعني قسمين، شبه الجملة اثنين، يا أما جار ومجرور حرف جر واسم مجرور، أو ظرفية، يا أما جار مجرور أو شبه جملة ظرفية. أقصد بالجار والمجرور ناخذ عليها مثال: ليس في الصف طلاب. إذا عندي في حرف جر، الصف اسم مجرور. أقول وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس. واسم ليس طبعا عندي هنا طلاب وهو مؤخر هنا، راح ناخذها بعدين بالتقديم والتأخير. أو تكون عندي شوف الجملة ظرفية، يعني أما ظرف زمان أو ظرف مكان. مثال ذلك: ليس أمامك إلا النجاح. إذن أمامك هي ظرف زمان أو ظرف مكان عفوا. إذن هنا عندي شبه جملة ظرفية وهي في محل نصب خبر ليس. فهذا النوع الثالث أن يكون شبه جملة يا أما جار ومجرور أو ظرف. بعد أن تعرفنا على أداة النفي ليس إنه وهي فعل، وتعرفنا على أنواع ليس، وتعرفنا على أنواع اسم ليس وأنواع خبر ليس، نتعرف هسه على خصائص ليس. ليس لها عدة خصائص. أول هذه الخصائص هي: ليس تبقى عاملة حتى وإن تقدم خبرها على اسمها. يعني شنو أقصد تقدم خبرها على اسمها؟ يعني يجيني الخبر المنصوب وبعده المبتدأ المرفوع، ومع ذلك تبقى عاملة، يعني تبقى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. مثال ذلك: ليس كسولا الطالب. إذا عندي هنا كسولا هي خبر ليس منصوب، والطالب اسم ليس مرفوع. تقدم هنا الخبر على المبتدأ، يعني يصير أقول ليس الطالب كسولا، فقدمته وأخرته هنا ما أثر على المعنى ولا على الإعراب. الخصيصة الثانية: تبقى عاملة حتى وإن انتقض نفيها بإلا. ليس عندك إلا الكرامة. يعني ليس تبقى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر حتى وإن إجت إلا أداة الاستثناء إلا بالجملة. مثال ذلك: ليس عندك إلا الكرامة. مع ذلك إلا نصبت رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. إذا الخصيصة الثالثة: دخول حرف الجر الزائد اللي هو الباء، حصرا الباء أدخله على الخبر المفرد. خبر ليس المفرد يعني مو الضمير وإنما المفرد، أدخله عليه فيصبح هذا الخبر مجرور لفظا باعتباره دخل عليه حرف جر، فيكون مجرور كلفظ، لكن منصوب محلا باعتباره أنه موقع من الإعراب خبر ليس منصوب. وهي أيضا طريقة لتوكيد النفي، يعني إذا جاب لي جملة وقال أكد النفي بها ليس، وقال أكد النفي فأضيف حرف الجر الزائد على الخبر، على خبر ليس. مثال ذلك: قال تعالى: لستم له برازقين. إذا عندي هنا ليس هي الفعل الناقص، التاء لستم، التاء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم ليس. برازقين هنا الباء حرف جر، رازقين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. بعد بما أنه قلنا في محل اسم مجرور بالياء، لكنه في محل نصب خبر ليس. يعني عندي هنا أصلا أقدر أحذفها، هي زائدة، فتصير مثلا لستم له رازقين. لا، هي الباء زائدة كمعنى هي زائدة، فتكون اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، ولكن في محل نصب خبر ليس. الخصيصة الرابعة: دخول حرف الجر الزائد
من على اسمها النكرة. احنا قلنا إذا الباء بندخلها على الخبر المفرد، على الخبر، لكن حرف الجر من أدخلها على اسمها النكرة، وهي أيضا طريقة لتوكيد النفي. يصبح هذا الاسم مجرور لفظا باعتبار اتصل به حرف جر، فيكون مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا موقعا، يعني يكون في محل رفع اسم ليس. مثال ذلك ليس له من شفيع. إذا عندي أنا من شفيع، ليس هي الفعل الناقص، لام حرف جر والها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر اللام. أقول وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس اللي هي له. بعد عندي من حرف جر، شفيع اسم مجرور لفظا مرفوع محلا من الإعراب في محل رفع اسم ليس. هناك هسه حسب الخصائص ليس اللي أخذناها تعرفنا بأنه عندي خصيصتين من خصائص ليس تستخدم لتوكيد النفي، يعني عندي طريقتين لتوكيد النفي. شنو هاي الخصائص؟ الأولى دخول حرف الجر الزائد الباء على خبرها، والثانية دخول حرف الجر الزائد من على اسمها، لكن شرط هذا الاسم يكون نكرة. يعني إذا إجاني بالامتحان وقال أكد النفي عندي ليس وقال أكد النفي، فهنا بهاي الحالة راح أضيف الباء على خبرها. أو إذا كان اسمها نكرة أضيف له حرف الجر الزائد من، أو إذا كان هو أصلا معرفة وأريد أضيف له حرف الجر الزائد من، لازم أحوله إلى نكرة وبعدها أضيف له من. الخصيصة الخامسة والأخيرة هي يجوز تقديم خبرها على اسمها بشرط إذا كان خبرها شبه جملة يعني أقصد ظرفية، يعني أما يكون عندي ظرف زمان أو ظرف مكان، بهاي الحالة رح يكون شبه جملة، أو جار ومجرور، حرف جر واسم مجرور، فبهاي الحالة رح يصير أقدم خبرها، يجوز تقديم الخبر على الاسم. مثال ذلك ليس بك إخلاص. إذا ليس هي الفعل الناقص، الباء حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. أقول وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس مقدم. إذا عندي هنا خبر ليس قدمته. إخلاص اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نأخذ تطبيقات. سؤال: استخرج معمولي ليس مما يأتي. أولا قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. يقصد بمعمولي ليس يعني اسمها وخبرها. إذن اسم ليس في الآية القرآنية الكريمة هو الله، أليس الله، إذن لفظ الجلالة هو اسم ليس مرفوع. خبرها بأحكم الحاكمين، قلنا هنا الباء حرف جر زائد دخل على خبر ليس اللي هو أحكم، فيكون هنا خبر ليس بأحكم وهو مضاف والحاكمين. فحتى تكتب عندي المعنى، لأن بأحكم الحاكمين هي خبر ليس، بأحكم خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. مثال آخر قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اسم ليس هو سلطان وخبرها هو لك. زين، أنا عندي شبه الجملة لك من الجار والمجرور، أنا عندي هنا شبه جملة اثنين، لك حرف الجر اللام والكاف اللي تكون ضمير في محل جر بحرف الجر، وعندي أيضا شبه جملة أخرى اللي هي عليهم، على وهم، يعني الضمير هم اللي نقول عنه ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. إذن منهم هو شبه الجملة لك لو عليهم. دائما إذا عندي أنا شبه جملة اثنين، فالأول هو يكون خبر ليس، يعني عندي هنا لك هي خبر ليس لأنه سبق عليهم، فاليسبق هو اللي يكون خبر ليس. إذن لك هي شبه جملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس.
مثال آخر: ليست رحلة الأيام إلا متاعا زائلا مثل الدخان. اسم ليس هي رحلة الأيام. عندي هنا التاء هذه ساكنة، تاء التأنيث الساكنة مو التاء المتحركة، إذا ما لها محل من الإعراب. رحلة هي اسم ليس وهي مضاف، والأيام مضاف إليه. خبرها عندي هنا انتقضنا فيها بإلا، عندي إلا، عندي أداة الاستثناء إلا، فانتقضنا فيها بإلا، مع ذلك تبقى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذا قلنا رحلة هي اسم ليس، الأيام مضاف إليه، متاعا هو خبر ليس منصوب. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج. إذا اسم ليس هو حرج، وخبرها شبه الجملة من الجار والمجرور. هنا تقدم الخبر على الاسم، على الأعمى، على حرف جار، الأعمى اسم مجرور، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس مقدم. هنا يكون انهينا محاضرتنا ودرسنا لهذا اليوم. ألتقيكم في محاضرات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.